متحدين نقف، متفرقين نسقط. سلام بنات، نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. نرحب بجميع البنات القدم والجدد، نقول لكم الف مرحبا بكم في قناتكم لمسه من بيتي. كما وعدتكم في الفيديو السابق اللي كنا قدرنا روتين فيه اني قد نشارك معكم هذا الديكور او الاعمال اليدويه تاع كيفاش نعملوا بلا اللي يكون جد راقي اللي نستعملوه في ديكوراتنا او هكا بعض الاحيان ماشي دائما في شرب الشاي اللي يجي اكثر من رائع. كما راكم تشوفوا البنات، لأنا احتاجيت الى زوج تاع لي كادر اللي هما في اللون الابيض، شريتهم من الاكسيون. واحتاجيت الى هذا الورق اللي يجي هكا فيه لي بايات تانيك من الاكسيون، وهادو تانيك اشكال يجوا هما لوح وانا بندرتهم بالابيض. اذا ما تحصلتوش عليهم كاين هادوك لي بواط تاع لي غاتو موجودين في الجزائر، بنتروهم باللون الابيض وقطعوهم هكا. واحتاجيت الى الغوبون، وهادو لي بوانيي اللي من درنا اعاده تدوير تاع لي طاب دو نوي تاوعي، قلعتهم وقلت لكم نحتفظوا بهم. انا غادي نشارك معكم بهم اشياء راه جا الوقت مع الوقت تاعهم باش نخدموا بهم. كما راكم تشوفوا هذا الكادر تاعي راني غادي نقلع عليه القاعده تاعه او الخلفيه تاعه، نطير له هذا السيبور تاعه بهذا الشكل. ومن بعد نقلع هادوك في زوج خدمتهم، نحتفظ غير باللي كادر هادو، واحتفظت بوحده تاع الزداجه وبهذا الورق المقوى اللي راني غادي نستعمله. لهنا راني غادي نغلفه بندير لها خلفيه بيضاء بهذا الورق اللاصق. اذا تحصلتوه عليه يكون احسن، اذا ما تحصلتوش عليه استعملي اي ورق ابيض ولصقيه بالغراء اللي يكون هو سوا ترانسبارون سوا داك الغراء الابيض. كما راكم تشوفوا انا خرج جميع الفقاعات اللي كاينين، ولا انا ناخذ هكا السكين تاعي او المقص ونقعد هكا نزيل في هذوك الزوائد بهذا الشكل. هذا بعد ما كملته هذه الخلفيه اللي تحصلت عليها، ولا انا نلصق هذاك كما هذا نمشي ورق مقوى. هذا الشيء تاع من الاكسيون هو يجي ما بين الكتان كما هكا. اما نتوما ما تحصلتوش عليه فيكم تستعملوا ورق المقوى اللي يكون هكا فيه لي بايات عادي. لأنا لصقتها بهذا الغراء ونحاول اني نخرج كاع الزوائد تاع هذيك لاكول تاعي بهذا الشكل. ومن بعد نمسح هذوك الزوائد. بعد ما كملت ونشفت وضعت هذوك الاشكال تاوعي بهذا الشكل، شكل عشوائي كما نتوما تحبوا. ومن بعد نبدا هكا نلصق فيهم. وهذا بعد ما كملتهم درت هذيك الزجاج تاعي تاع الكادر، ونعاود نرجع الكادر كما كان في الاول ونغلق عليه بهذا الشكل جيدا. ونوضع الكادر الثاني نقلع منه هادو الزوائد هكا بالمقص. اذا كنتي حابه البلا تاعك يجي كما نقولوا يجي البروفوندور تاعه يجي هكا طالع مهود بزاف، فيكي تستعملي زوج كادرات من الفوق، او فيكي تستعملي لي كادر اللي يكون الارتفاع تاعهم يكون السمك تاعهم يكون غليظ شويه هكا باش يجيك البلا تاعك يجيك عالي. كما راكم تشوفوا لهنا في الحواف تاعه كاع وضعت هذاك الغراء وراني غادي نلصقه جيدا.
ولا انا قطعت كيما نقولك سطرين من لي غوبون تاعي ولصقتهم على الحواف بحيث اني ندرج هذاك الخط تاع اللي لصقت به الكادر وخوه ويعطينا هذا الشكل. ولا هنا هادو كيما قلت لكم تاع اللي درناهم من اعاده تدوير تاع لي شوفي، قلنا لكم ما نقيسوهمش، خلوهم جا وقتهم باش عاود استعملتهم. راني غادي نزينهم كيما هكا. خديت هادو تانيك من الاكسيون، فيكم تسيبوا عند اللي يبيعوا اشياء تاع الخياطه وكاع، تسيبوا هادو لي زاكسيسوار. لهنا بديت باسكو لهنا فيه الحبات الكبار المتوسطين والرقاق، بديت من الوسط لصقتهم الكبار، ومن بعد بدي وليت بالعد التنازلي حتى وصلت للصغير اللي هو في الاخير في الطرف تاع هذا اليد تاع البلا تاعي. ولهنا بالغراء نحاول اني نلصق هذوك اليدين بهذا الشكل، نثبتهم جيدا باش ما يطيروليش. وكان هذا هو البلا تاعي. دونك لهنا نمروا باش نعملوا له الرجلين تاعه اللي كنت استعملت فيهم هادو الليبي ولا النبليات اللي يكونوا بالحجم الكبير. لهنا خديت انا الالومنيوم في كي تصبغيهم بالصباغه الرمادي، انا استعملت لهنا الالومنيوم كيما راكم تشوفوا تنيته ولا كرفسته بهذا الشكل، ومن بعد نحاول اني نحله نفتحه هكا جيدا باش نتحصل على واحد الشكل اللي يكون هو هكا شباب مزركش. ولا انا هكا نغلف هذوك الكريات تاوعي، نغلفهم هكا مليح باش ما يطيروش. ومن بعد ناخذ هذاك الغيبان تاعي ونقلع هكا شويه وحاجه حوالي هكا 3 اسطر، واحد العبار هكا تاع 3 اسطوره، ونديرهم هكا على الجنب ديك تاع الكره تاعي، نلصقهم باللصاق هكا باش نعطيهم واحد الشكل اللي يجي زعما متناسق مع هذاك البلا تاعي. في ربعة تاع في كل قنت ندير واحد. هذا بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا، وكان هذا هو البلا تاعي. شوفوا كيجي جميل بزاف راقي، وهو زعما كي نقولوا راه شيك على الموضه، خاصة من يكون هكا في اللون الأبيض مع الرمادي الأرجون يجي شباب بزاف. نجي نستعملوه في الديكور او كيما قلت لكم شرب الشاي، ماشي تاع دايما زعما هكا خاطش ما ينغسلش، هكا الواحد خطره على خطره. او ايضا تنجمي ديريه فوق لا كوافيز وتحطي فوقها كاع الشموع، او ايضا لي بارفان تاعك هكا واحد الماكياج اللي يكون هو شويه خفيف يعطي واحد الرونق للغرفه تاعك. كان هذا هو فيديو تاع اليوم، نتمنى ان عجبكم ونال رضاكم، ولا كان عجبكم ما تنساوش تشجعوني بواحد اللايك باش انا نواصل وتكون هكا نتشجع باش ندير لكم مثل هذه الفيديوهات. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم بنات، الى فيديو اخر، سلام.